اللي حصل ان في حد عمل زوم على لقطه وعمل سلو موشن، يعني عمل يعني بالحركه البطيئه، الفيديو بيطلع بالحركه البطيئه سلو موشن وزوم، ثم صوره مثبته تمام من زاويه واحده. خلاص دونجا قال لي ورحمه ابويا ورحمه ابويا كل اللي بيتقال ده كذب، ورحمه ابويا ده ما حصل، وكل اللي بيتقال او بيوصل للناس ده كذب. وقال لي زيزو نفسه مستغرب، يعني زيزو نفسه مستغرب لو في فعل فاضح يا كابتن سيف او اي حاجه اكيد طبيعي هيبقى في رياكشن من اللاعب نفسه، يعني فاهم قصدي؟ هيبقى في رياكشن، هيبقى في اي حاجه. قال لي انا نفسي لو انا بهزر مثلا بفعل فاضح هضحك، يعني حتى يعني مثلا يعني بعمل فعل فاضح بضحك انا ولا في اي حاجه من دي. قال لي ورحمه ابويا كل اللي بيحصل ده. وقلت له طب عايز اسالك سؤال، وسالت النادي على فكره، هل اتبعت جواب للنادي بيطالب نبيل عماد دونجا بالوصول للتحقيق؟ فقالوا ما حصلش. يا باشا ورحمه ابويا ايه، ما احنا شايفين هنكدب عينينا، حاجه شايفينها بايدينا وهو بيقفش في الحاجات، هنكدب عينينا؟ ما كفايه ضحك بقى. انت النهارده لما تيجي التمرين هتتمرن منفردا لانك متحول للتحقيق. محمد عبد الغني لم يتقبل هذا الامر ورآه فيه ظلما كبيرا له، فقرر الا يتوجه الى التدريبات. طبعا ده على خلفيه القصه بتاعه محمد عبد الغني ركن العربيه فين، رئيس الزمالك اللاعب راكن في مكان غلط، قافل على مكان اللعيبه او الاتوبيس بتاع اللعيبه، او يعني مكان معين في الباركينج بتاع النادي، هاتوا يشيلها. فلا انا في التمرين، فاللعيبه دخلت تقول له معلش هات المفتاح، وفي الاخر العربيه اتشالت. طلع بعدها رئيس الزمالك ويعني انتقد بقوه محمد عبد الغني، وبعدها محمد عبد الغني حتى بعد ما اتقال له انت كنت جاي بتوك توك وبعديها بقيت جاي دلوقتي بعربيه كده، راح منزل هو صوره في نفس اليوم مساء وهو راكب توك توك في الاميريه في رد فعل يعني. فطبعا دي كلها خطوات ادت الى تخلف محمد عبد الغني عن ميران الزمالك اليوم. يا باشا قال يعني لو محمد عبد الغني راح التمرين الزمالك ياخد كاس عالم للادويه، ما كده فرقه خريانه مدريان. قال ده انا بنور على عينه، ما كده مش شايفه كده، مش شايف.